مصممة الأزياء وبالأخص العباية منى سوارج خلت للعباية قيمة وفخامة مميزة. رح نرحب فيها سوا وقلنا لقاء معها ورح تعرفنا على كل شيء جديد في ستايل العباية. مساء الخير. مساء النور حبيبتي. منى، شفنا عندك انه في ستايل مختلف من العبايات. نعم. شو أضفتي شيء جديد على العباية؟ أضفت عندي إضافات يعني بالقصات، قاعدة أشتغل بالقصات، قاعدة أسوي أشياء غريبة، أشياء مميزة عشان زبايني يكونون مميزين. أنا أحب الشيء المميز أكثر من الشيء الحلو. عادة العباية بتكون ديزاينها يمكن بعض الأحيان واحد، قد ما إنه نعمل فيها ستايل وديزاين بنحط عليها إضافات، بس القصات عم بتكون تقريبا واضحة إنها عباية. صح. كيف ممكن إنك اشتغلتي على القصات وتميزتي فيها؟ اشتغلت على القصات واشتغلت على الخامات، تغيير يعني عن الأسود. يعني لعب دور القماش معك؟ حيل يعني لعب دور مو شوية، والألوان بعد لها دور. وسويت والله تصاميم يعني شوي غريبة مميزة عن الشغل اللي نشوفه بالسوق وبالأماكن هذه. يعني متميزة شوي عن المصممات الثانيين بالأشياء هذه، بالخام بالقصات وبالألوان بعد. إذا بدك توضعي عليها إضافات مثلا مثل التطريز أو مثل كريستال لمعة، يعني أشياء هيدي اللي بتضيف حلاوة للعباية، شو أكثر شيء حسيتي مطلوب والدارج حاليا؟ المطلوب الشيء المميز، يعني القصة المميزة، الخام إذا صار مميز، الألوان، هذه اللي أشوف الناس. ما في يعني شيء محدد بالنسبة للرسمات؟ لا والإضافات ما التطريز؟ في شيء. بس التطريز بعده تصاميمي شغل إيد، يعني أصمم الشيء وأسويه وبعدين أحط فكرته على العباية. والخام قلت يعني هو اللي شوي يميز العباية، الخام. يعني هلأ صار العباية ممكن نقول عنها تطلع فيها سيدة استقبال أو إنه مناسبة مهمة، استقبال، عرس، يعني حتى الأسواق الحين ما تشوفين شيء يعني كله أسود، تلقين شغلات مميزة. وأشوف إنه شوي يعني شغل محبوبة إن شاء صارت الله. هلا العبايات كثير. عليها إقبال، وعم بيتقبلوا الألوان. منى ما شاء الله تبارك الرحمن. أشوف إنه في إقبال حيل على الألوان الحين، على الألوان أكثر من الأسود. يعني شو هلا بالنسبة للألوان دارج؟ يعني عم نشوف عندك في تايجر، في عندك مشجر، عندك ألوان كثير. وذكرتي إنك أنت بتحبي تلعبي بالألوان بتصاميم العباية. عندك السيلفر، الذهبي، تدخلينه مع العباية حيل حلو مميز. وإن الخامة نفسها ما تكون أسود، يعني تدخلين شيء مشجر بشيء سادة، بتطاريز، بشيء، بس أهم شيء إنه يكون مميز، القطعة تكون مميزة ومو مكررة. والشيلة بتلعب دور مع العباية كمان؟ لا الشيلة حالاتها تكون يعني سادة، ما فيها أي شيء. شو دارج هلا بالدراريع كونكم انتم مع بعض، يعني بتشاركوا بعض بالافكار؟ الدراريع يعني الدارج اللي يكون قطعتين، القصات، الشيء يعني شغلاتها بعد ما شاء الله مميزة شوي، غير يعني مختلفة عن السوق وعن المصممات الثانيين. والخام بعد ما شاء الله يلعب دور بالدراعة. عادة منى بتصمموا انتم بتجهزوا القطعة ولا بتنطروا ممكن انه طلب من اللي حواليكم؟ لا انا اصمم، يعني من كل قطعة عندي ما عندي تكرار القطعة، يعني اذا كررت شغلتين بس، اكثر من كذي ما اكرر، لأن أحب زبونتي تكون مميزة، شيء مميز. أكيد. طالما عنا هيك حرف أو إنه هواية كتير شبابية وحلوة، أكيد كل الشغل حيكون حلو إن شاء الله. شكراً لك منى سوارج حبيبتي، يعطيك العافية وما قصرت. مشكور قناة الراي على الاستضافة. الدكتور رامي عبد الهادي